السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي والمتتبعين ديالي العزاز، اليوم غادي نقدم معكم واحد الطريقة اللي كما تيقول المثل كضرب عصفورين. انا غنقول لكم غضربوا ثلاثة د العصافير بحجر واحد. اللي كيتشهى اللبن وكيبغي اللبن وعارف الفوائد ديال اللبن وديال البلبولات الشعير، نتمنى ان شاء الله دائما يبقى يديرهم لوليداتو ويستهلكم بزايد، لان الشعير فيه واحد المواد ديال الجسم، يعني واحد المادات فيه ديال الجسم صحيه بزاف. ولما لا، هذا وقت اللبن، علاش اللي ما نجيبوش؟ فعاود نجيبو بيدود اللبن، نجيبو بيدود الحليب ونريبوه في الدار كما كتشوفوا. هذا هو البيدو ديالي راب، ها هو باش تعرفوه راب. هنا ولا الماء وهنا ولا الحليب رايب، وهنا حد من هنا لهنا هذا كله زبده. يعني علاش اللي ما نجيبوش؟ فعاود نجيبو اللبن، نجيبو نشريو حليب ونجيبوه ونريبوه في الدار وناخذوه في الدار على يدينا ونخرجوا السمن. خوتي خواتاتي، هنا عندي البلبلات الشعير اللي غربلتها في هذا الغربال هذا، وغادي نخوي عليها الماء طايب، يكون طايب غنخويه عليها وغنخليها حتى تشرب داك الماء. وعاد غادي كما كتشوفوا دابا غادي نخوي عليها الماء طايب، هو هذا. نتوما نغطيها بالماء، من بعد ما نغطيها بالماء طاحت ليا الغطا ديال البوطاج، ماشي مشكل راه مغسول عندي. هانتوما غنزيد غير واحد شويه نخليها تشرب مزيان هاد الماء الطايب. شفتوا بهاد الطريقه راني حاطه في القناه عندي سايكوك بالفول. انا دابا كنصور لكم غير بيد وحده ويد وحده كنشتغل بها على حسب ما عنديش. ماشي ما عنديش، راه عندي غير عكست نريقل مع دابا هادشي مزروبه فيه هكا غنخليوه يشرب. انا كنت الصراحه ما غنصورش معكم، ولكن قلت علاش لي ما نحط لهمش هاد الطريقه، يمكن يستافدوا منها الجميع، يستافد منها. هانتوما دابا غير خليه تيشرب هاد الماء كله، وغادي هذا ونديرو في الكسكاس، نديرو في الكسكاس ديال البرمه كما كتشوفوا. دابا راه كندير معكم هادشي بلدي. دابا تقريبا هاد الشغلات العروبيه جبت لكم المدينه باش تصاوبوه حتى نتوما وتعرفوا كيفاش تصاوبوا، كيفاش تخرجوا من الحاجه جوج حاجات وثلاثه. هنا هذا هو قلت لك، من هنا لهنا عندي هذا كله زبده تبارك الله ما شاء الله. نخرجوا الزبيده باش نفطروا، نخرجوا الرايب اللي بغى يشرب الرايب وكنت متشهيه في الرايب، يمكن لك ديري زليفه الرايب وتشربي نتيا وليداتك زليفه وانت باقي عاد ناخذو. كنزيدو في هذا الحليب هذا هكا بيدو، غنزيدو فيه واحد ليطرو د الماء، وداك ليطرو د الماء غنغليوه، غنسخنوه حتى يقرب يغلى، المهم يكون محرش. وكل نخده غنديرو فيها نص يطرو باش كيسخن الحليب مع دابا البرد. غادي يسخن هذا الحليب هذا غادي يسخن وغادي يتنخض لنا، وغنبقاو ناخذوه واحد المده وحنا كناخذوه. غناخذوه انا غير هنا في البيدو، يعني هنا في البيدو غادي ناخذوه حتى يبان ليا تيدير داك الحبيبات ديال السمن. غنحل عليه غنشوف السمن طلعت ليا من الفوق، غادي نعرف بان طاب، وغادي نخوي السمينه ديالي واللبن، وغادي نعرف كلشي كيفاش طالع ليا وكيفاش. يعني غتشربي اللبن ديال الدار على حقه وطريقه، وغادي تشربي غتاكلي السمن ديال الدار كذلك، وغادي تاكلي الرايب، وغديري سيكوك. يعني شو شحال من حاجه يعني اقتصدنا فيها. الاقتصاد مزيان، راكم كما كتعرفوا دابا الله تعالى وتبارك يرحمنا ويشوف من حنا، ربي الحبيب يرحمنا. نتوما كتشوفوا دابا شهر واحد والشتا مازال ما طاحتش، الله تعالى وتبارك يرحمنا. يا ربي كلشي عيط على سيدي ربي يرحمنا ويشوف من حنا حتى المقلال. نطلبوا من الله الرحمه ديالو، لان الرحمه الله هي اللي مازال بلا فلوس. نطلبوا من الله يرحمنا بالشتا، لان محتاجينها ومحتاجين لها الناس العروبيه بزاف على حساب الماشيه وعلى حساب الفلاحه. نتمنوا يا ربي يرحمنا سيدي ربي على قبل ديك البكمه وعلى قبل الناس اللي محتاجين للشتا. الله تعالى وتبارك يرحمنا باش حنا ملي كيوصلنا الخير وكيوصلنا الرزق وكنعيشوا بخير وكيوصلنا داكشي ديال الفلاحه ديال الجلبانه الفول، يعني كل شيء تيكون ما شاء الله كيكون رخيص وكيكون موجود. المهم تبعوا معايا خوتي هذا الفيديو، درتو اختصاص ديال على حسب قلت لكم. اللي بغى يشري الحليب ويجيبو يخليه يومين في الدار يروب بحال هذا الشكل هذا كما كنوريكم دابا. كيطلع الرايب الفوق وهذا والماء تيبقى ماشي هذا ماء، هذا حليب غير هو ديك ملي كيروب كيعطي الماء. منين دابا غادي نفرقوا على جوج باش غناخذوا غنتبع معاكم. شوفوا خوتي خواتاتي، من بعد ما خويت الرايب ديالي في هذا السطل هنا هانتوما، غادي نهز شويه ديال الرايب المغروف، هو الرايب،
وغادي نديرو في الجبانيه هنايا. هنا كما كتشوفوا ها هو الرايب. غندير لوليداتي هنا في الزليفات الرايب باش يشربوا الرايب. انا ولادي كيحماقوا على الرايب، شي حاجه سميتها الرايب. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي هذا الرايب حيدته لوليداتي كيعجبهم، حتى انا كيعجبني الصراحه. غنشربوا زلافه زلافه. وعاد هذا الشيء هذا غادي ناخذو هو وهذا اللي بقى لي هنا في البيدو. هنا غادي ندير البيدو حد النص هنا باش غادي ناخذو ان شاء الله، وغالنص الثاني غناخذو بوحديته، وغزيد معاهم يطرو ديال الماء يكون يعني ماشي غير سخون، يكون سخون بزايد، يكون محرش، ما تقدريش ديري يديك فيه حيت دابا البرد بحريط مخدنا. وغنشارك معكم الزبده اللي غتخرج لي ان شاء الله واللبينه ديالي والبلبله الشعير اللي كنفورها دابا راه دايرها تتفور. غنفورها غير في تفويره واحده. راه عندي في القناه اللي بغى يكتشف التفوار ديال البلبله الشعير يدخل القناه مرحبا به. نتوما كما كتشوفوا خوتي خواتاتي والمتتبعين ديالي العزاز، هكا كنحط البيضو على الدره ولا فيطه هكا باش ما يبقاش يهرب لكم. وتقبطوا بفيطه هنا في اليد ديالو هنا، وتقبطوا واحد ديروه هنا وتنخضوا بحال هكا. غتبقاو ديوه وتجيبوه يعني باش يتنخض. هانتوما هكا بهاد الطريقه غنخدمو هكا حتى نشوفوه طاب. يعني ملي كنشوفوه جمع لنا داك السمينه من الفوق غادي هذا. دابا غادي ندير نهزو وغندير فيه شويه د الماء سخون باش يساعدني باش يطيب دغيا. كما كتشوفوا دابا غادي نخلي فيه الماء القياس ديال نص يطرو وسخون محرش، يعني الماء محرش. ساهل الامر باش نعرفوا راسنا راه حنا كناكلوا اللبن. هذاك اللبن ديال الزنقه انا كنجيبو نصو غيمه. كاين اللي كيبيع فيه شويه كيجي معوض، وكاين اللي كيديروا كله ما، يعني بحال ما كتشربيش اللبن. اما هكا تجيبوا حليب على يديكم عند شي حد كتعرفوا وكتنخضوا راسك. المهم هكا غادي نساليو بالنخيض وغنوريكم. خواتاتي كيف ما كتشوفوا وجدت معكم اللبن ديالي. ها هي السمن، شوفوا ما شاء الله السمن ها هو السمن غزال تبارك الله ما شاء الله. غادي نجمعوا بهذه الطريقه كله. وهنا كذلك ها هو السمن عطاني هذا الشيء هذا. شو ما شاء الله شحال ديال السمن. المهم خوتي خواتاتي هذه كاستفاده قدمتها معكم تستافدوا. وهذه البلبله ديالي اللي تفورتها كما كتشوفوا راه عندي في القناه. لا بغيتوا تعرفوا على الطريقه ديال تفوير البلبله تبعوا معايا الفيديو. كما كتشوفوا خوتي هنا هذا هو السيكوك ديالي. غندير دابا غزلايه في السيكوك. وهنا هادو الكيسان ديال اللبن اللي بغى اللبن. وهذا هو البلبله الشعير اللي فورت معكم صحيه وغزاله. وهنا هذا هو السمن ديالنا من بعد ما غسلته من داك الحليب ومن داك اللبن ودرت له مليحه ودرت له في الميكاس. هادو غنديرهم في الفريغو. وهذا غناكلو منين يتسالي غنجبد هذا باش ما كيتصوفناش وما كيضيعناش. نديروه في الفريغو من الاحسن. كنديروا له مليحه وكنغسلوه من داك الحليب وكنديروه في الفريغو وكنجبدو طريف بطريف. كما كتشوفوا هذا هو السمن اللي خرج ليا. وهادو ميكات ها هما درتهم هنايا. وهنا البلبلات الشعير واللبن كما كتشوفوا الخير مولانا فايض اللهم لك الحمد. هذا حليب جاني من يعني جابوه ليا من عند الناس ديالي، هما اللي جابوا ليا اللبن. الصراحه اللبن والحليب على حقه وطريقه. هذا لوسي صيفطوا ليا صراحه غزال غزال غزال. هانتوما المهم خوتي اللي عجبكم الفيديو اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. وما تنساوليش اللايك. الله يجازيكم بخير وتعليق يكون محفز وزوين بحالكم. شكرا للمتابعه ديالكم وشكرا للتشجيعات ديالكم وشكرا لكل واحد كيتابعني وكيدير لي تشجيعات. المهم لا بغيتوه بالفول راه كاين في القناه، ممكن تدخلوا للقناه وتفرجوا وتاخذوا المقادير ديال البلبل. خوتي خواتاتي الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش. الله يجازيكم بخير وشكرا لكم. هذا هو السمن البلدي وهذا هو اللبن وهذا هو البلبلات الشعير مبخره مفوره. وهذا هو سيكوك ديالنا باللبن كما كتشوفوه كيشهي غزال على يديك. كتعرفي اشنو كتاكلي وكتعرفي اشنو عندك. المهم خوتي خواتاتي والى فيديو اخر ان شاء الله. وشكرا للجميع وشكرا للمشجعه ديالكم والتبع ديالكم ولكل واحد كيتابعني وكيشجعني وكيحط لي تعليق زوين. شكرا ليه بزاف 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 بزاف. شاركت معكم هاد الفكره اللي الصراحه يمكن ديروها في الدويره ديالكم واخا في المدينه واخا فين تكونوا فين ما كنتو. ممكن تشريو الحليب